السلام عليكم. النهارده هنعمل بقى رنجة، أكلة كده حرشة زي ما بيقولوا، حاجة تفتح النفس كده. هنعمل رنجة اهي معايا، بس رنجة حلوة ما شاء الله وكبيرة مش صغيرة. ومعايا كمان البصل ده، انا جايبه البصل الاحمر ده، بيبقى مسكر قوي في الاكل عن الابيض، بيبقى حلو برضه لما تعمليه وتقطعيه جنبيها، بيبقى حلو قوي. بقى يلا نشوف هنعمل ايه ويبقى ايه جنب الرنجة كمان. انا هنا سخنت الطاسة دي، انا ما بشوهاش على العين لان طبعا العين بتسد من الزيت اللي بينزل منها وبتقعد تشعل وتطلع روايح طول الوقت ما بتشغليها. فانا حطيت طاسه كده او صينيه او اي حاجه عندك، بسخنها كويس وابتدي احط فيها الرنجه. هي بقى ما تحطيها كده بتلاقيها بتفتح وبتبقى سهله. بسم الله. بصوا هي بتشد كده تتنفخ كده وبعدين تبتدي تفتح. المنظر ده بصوا اهي، شايفه القشطه بتاعتها تتشال وتبتدي تتفتح. بسم الله. هشويها بقى وارجع لكم تاني. اهي الرنجة اهي، انا شلت الجلد اللي هنا ده، هو بيفتح كله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا بيفتح ازاي، فبتبقى سهل التنظيف على طول. فانا بشيل الجلد وابتدي اشيل اللحم لوحده كده. هو بصوا حتى سهل، بصوا تعمليه كده اهو، بصوا سهل. هفصصه كله واحطه في الطبق وبعدين اوريلكم في الاخر. ادي الرنجة اهي، خليتها وقطعتها وحطيت عليها شوية زيت والليمون ده هنعصره عليه. احنا ما بنحبش الرنجة عليها اي اضافات تانية، هو الزيت والليمون وخلاص. ودي البطارخ بتاعتها، دي مرملة وديت اللي هي الناعمة. وده البصل نضفته، ما بنيجي عند الاكل بقطعه 4/4 وبحطه في ميه وبحط عليه شوية خل. لو عايز تحط نص ليمونة كمان حط نص ليمونة. نشوف هنحط ايه جنبيها تاني. ادي كده انا عملت الرنجة، عملت جنبيها بطاطس محمرة، وعندي فطيرة مشلتتة، وعندي انا بحب احط الجبنة القريش على الجبنة القديمة، بتبقى هادية ما بتبقاش حادة قوي، بتبقى هادية. اللي عايز يخرط على قوطة يخرط، عايز يخرط خيار يخرط براحته. وطبعا البصل، وعندي عيش اللي هو الفلاحي ده. ايه رأيكم؟ اهو بالهنا والشفا.